الصورة اللي أمامكم ده لأحد الغادة بتاع الميليشيات تم جخمه في خرب كردفان بعد ما حاول يحاجم الدفاعات الأولية لقوات الشعب المسلح زي ليونايم كزاي. قبل ما نكمل الخبر بالكامل صلي على النبي وشير الفيديو وما تنسى إنك تعمل اشتراك وتعمل متابعة لأنه بجد أخوك محظور ومحتاج إنك تعمل اكسبلور. تم جخم القيادي البارز لميليشيات والملاقيت الدعم السري حسين خادم، وذلك عصر قارة جوية دقيقة جدا استهدف مواقع في مناطق المجلد وبابا بولايات غرب كردفان. والقائد ده حسين الغادم قائد بتاع مجموعة 31 لميليشيات الدعم السري، وقتله وجخمه يعد ضربة غادية لميليشيات الدعم السري، وهو من أسماء المؤثرة في تحركات الميليشيا في مناطق الغربية والجنوبية في كردفان. وإن العملية اللي تم تنفيذها كانت باحترافية وبدقة عالية جدا جدا. تم فقط استهداف سيارات بتاعت ميليشيات الدعم السري بدون أي آثار جانبية لهذا الغارة. دخلنا يا كذاب. ده فريق عبد الله جنة 2/6/2025 جوا. البعاتي عبد الله جنة مع المارشال مني ركوم الناوي ظهروا في منطقة اكس بتقنية OBAI وهم روبوتات يعني يا جماعة الجنجويد ده ما جاهم الناس ده الحقيقة. ده تقنية بتاعت فلول رجعون بتقنية معروفة تماما ديد ووك الايف، وجابوهم في منطقة اكس خطهم وقالوا لهم يا اخي انه دي مني وركم الناوي ودي المجهوم عبد الله جنة، لكن الحقيقة انه الناس دي يا جماعة ماتوا وشبه موت. ده في امنياتكم الكلام دي انتوا طبعا بتمنوها. الجنرال والفريق عبد الله جنة مرعب الجنجويد حي يرزق في منطقة اكس بعد ما تم ترتيبات على هجوم على منطقة اكس في ايامات الجاية لبل الجنجويد وبل شطات افريقيا. بل فيكم يا زول. السلام عليكم. الصورة اللي قدامك ده شايفه عربات محروقة بالمئات دي شغل الكومة بتاع قوات شعب المسلحة اللي عملها نسور الجو في غارة جوية دمرت أكثر من 70 عربية زي لونهم كذا. يتغير 70 عربية ده في كل عربية فوق 7 نفر. مجموعة بس صلي على النبي وشير الفيديو وما تنسى المتابعة. ومن أكثر الحاجات اللي تعملوا عمل اكسبلور لأني محظور. بعد رصد ومتابعة وتأكيد موقع الميليشيات في كوما، وجه القوات المسلحة السودانية المسيرات الاستراتيجية لجخم المرتزقة وملاقيت إفريقيا وجزء من فلنقايات بتاعت الحادي إدريس اللي موالين لميليشيات الدعم السري في تجمعهم في شرق الفاشر في منطقة الكوما. تم جخم تجمع بأكثر من 100 عربية زي لونايم كزايل، وتم تأكيد جخم 70 سيارة من سيارة 23 بانتورا 106 دوشكا سيارة بتاعت ناس كله زايل. والعدو لقى خسائر كتير جدا في المعدات وفي الأرواح وفي الآليات، والرعب دبت فيه. أنا خايف إنه منطقة الكومة ده يتمسح من الخريطة. تهياتي لكم.